السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده اللي غادي نشوفوا فيها لاناليز ديال لا دوزيام ايبيزود ديال جيم اوف ثرونز سيزون 7. الدوزيام ايبيزود كنعطيوه سميه ديال ستونبورن، وستونبورن هو واحد اللقب اللي كانت عطا لدينيريس مي يلاه كانت زادت، حيت النهار اللي كانت زادت فيه الجو ديالو كان تيشبه الجو اللي كان داز به ليبيزود على حسب الهضره ديال تيريون. من بعد تيبان لنا على ان دينيريس اتفقات هي وتيريون باش ما تستعملش دراغون ديالها في لاكيغ ضد سيرسي، وهذا الشيء غادي يخلي ان لي سيتويان ديال كينغز لاندين ما غاديش يتاثروا بلاكيغ وتقدر تربح العطف ديالهم. من بعد تجي دينيريس باش تجبد شي بلانات قدام الفاغيس، بحال انه كان خدام مع بوها ايريس 2 قبل ما دار عليه لا روبيليون ديال روبير باغاتيون. من بعد ملي كان ايريس 2 مات في الحرب ولا السيد خدام مع روبير باغاتيون، وهنايا تتقول ليه انك كنتي هضرتي لا ميزون طاغايان قبل، واش نقدر نثق فيك ولا لا. وهنايا تيجيستيفي هذا لو شونجمون اللي كان دار من عند ايريس ديال روبير باغاتيون بانه كان مزال ما كانش عنده لو شوا، سينو غادي يقتلوه. وفي نفس الوقت تقول ليه لانك انت اللي كنتي صيفطتي لي لي زاساسان اللي كانوا بغاو يقتلوها، وتيجاوبها تيقول لها لان داكشي كانوا دي زورد ديال روبير باغاتيون وما كانش عنده لو شوا، سينو غادي يقتلوه اما اكزيكوتي لي زورد ولا غادي يموت. تيجي فاغيس تيقسم دينيريس بانه غادي يخدم معاه من نيتو وما غاديش يغدرها، وفي نفس الوقت هي تيقسم بان الا حصلاتو شي نهار غدرها ولا بغى يغدرها غادي تجي وغادي تحرقو بلا ما تفكر. من بعد تتبين ميليسوندر اللي وصلها للدراغون ستون من بعد ما كان جرى عليها جون سنو من النور، من بعد ما كان عرف لانها هي السبب تستانيس انه قتل بنته شيرين. وهنا تجي ميليسوندر باش تقول لدينيريس بانها خاصها تعاون جون سنو في الحرب ديالو ضد الوايت وولكرز. وهنا تيبان لنا لان السبب اللي خلى ميليسوندر انها تجي عند دينيريس هو انها تظن على ان دينيريس عندها واحد لو رول امبورطون هي وجون سنو في الحرب ضد لي مارشور بلون او بيان لي وايت وولكرز، وانهم غادي يعاونوا بجوج ازوراهاي او بيان لو برانس برومي. وهنايا ما نقدروش نقولوا واش هما بجوجهم غادي يعاونوا ازوراهاي او بيان لو برانس برومي ولا هما بجوجهم غادي يكونوا ازوراهاي، حيت هنا في هذه القضيه هذه صعيب نعرفوا شكون هو يا هاد لو برانس برومي، حيت بزاف ديال لي تيوري خرجوا على هاد ازوراهاي، وكاين اللي تيقول على ان جون سنو هو ازوراهاي وكاين اللي تيقول على ان دينيريس كما كانوا في الاول تيظنوا على انه هو ستانيس باغاتيون. مي دابا باقي كلشي فلو، ولكن كاينين دي تيوري اللي هما اللي قرابين بزاف يبينوا لنا شكون هو ازوراهاي. الا بغيتو نديروا واحد ليبيزود وندويو فيها بزاف على هاد ازوراهاي ونعطيكم لي تيوري اللي كاينين، قولوا هنا في الكومونتير ونديروا واحد ليبيزود ديال ازوراهاي. من بعد ميليسوندر تطلب من دينيريس انها تعاون مع جون سنو في الحرب ديالو ضد المارشور بلون ديال لي وايت وولكرز، وهذا البروبوزيسيون ديال جون غادي تكون مهمه دينيريس سيرتو على انها دابا تتحكم في لو سود مع دورنوريتش، والا زادت عنا لي من لو نور غادي تولي تميتريزي ويستيروس كثر، سيرتو على ان سنو حتى هو باغي ينتقم من سيرسي ومن هذاك الشيء اللي كان داروا لا فامي ديالو، هادشي اللي كان قال نيت تيريون. وهكا قبلت دينيريس انها تصيفط لنا انفيتاسيون لسنو وتقول فيها لانه خصو يجي ولكن عليها. وهكا تيبين لنا على ان دينيريس رفض الفكره على ان سنو هو دي نور وباغا يركع لها باش كيبان ليها وبيان يرجع ان سينيور عادي بحال الاخرين. مي في الحاله ما نقدرش نقولوا على ان سنو يقدر يقبل هذه القضيه هذه، غير في الحاله الا كانت غادي تقبل تعاونوا ضد لي وايت وولكرز. ديما مع دينيريس يبان لنا على انها دات لا غينيون ديالها مع لي زالي اللي تيوجدوا لاكار ديالهم وبيان لاطاك على بوغيال وبيان كيكس لاندين. هنايا تيبين على ان ياغا وإلاريا ساند تيقولوا على انهم تيبروبوزيو على انهم يديروا ان اتاك كلاسيك على بوغيال برغم ديالهم كامله زائد لي دراغون. وهنايا تيبان لي على هاد البروبوزيسيون لوجيك، حيت هما في بوزيسيون دو فورس وقرابين لا كابيتال وما غاديش يخليو الوقت لسيرسي باش توجد راسها، سيرتو على ان دراغون ستون ما يقدروش يبقاو فيها بزاف وما فيها لا ماكله لا والو. مي تجي دينيريس باش ترفض لهم لا بروبوزيسيون ديالهم وتقول لهم على ان هي في الحرب اللي باغا دير على بوغيال ما باغاش تقيسي سيتويان اللي ما عندهمش تدخل في هذه الحرب، وما باغاش تعمل اون ارمي اترونجير اللي هما دي تخاكي ولي زيماكولي، ما باغاش تدخلهم كينغز لاندين باش ما يحسوش الناس بانه جاي شي مستعمر اجنبي اللي باغي ياخذ لهم بلادهم، مي يبانوا ليه غير لي زارمي ديال ويستيروس هما اللي جايين. من بعد تيجي تيريون باش يعطيهم لا بروبوزيسيون او بيان لا تاكتيك اللي تيبين لانه ديجا متفق عليها هو دينيريس من قبل، اللي هي ان يا غتدي الى غياسان دورن ياخذوا لاغمي ديالها ويمشيو كينغز لاندين ويحاصروها هما لاغمي ديال لي طايغين باش ما يدخل لبوغيار وبيان كينغز لاندين تم لا ماكله لا والو، وهكا الناس يموتوا بالجوع تيستسلموا. وهذا التاكتيك ما كاينش فرق بينها وبين الاولى، غير الاولى غادي تكون افيكاس وغابيد ما غاديش تاخذ وقت بزاف، ولا دوزيام باش انك تحصر واحد المدينه كبيره وتخليهم تيموتوا بالجوع يستسلموا غادي تاخذ وقت بزاف، وغادي يبقاو لي زيماكولي اللي غادي يمشيو من بعد لكاسترال روك اللي هي لا دومور ديال لا ميزون لا ميستير اللي غادي يهجموا عليها ويحاولوا يستعمروها.
تيبان لنا ان لي زالي كاملين اتفقوا على لا بروبوزيسيون ولا هي نفسها اللي غادي تطبق نيت في لاكار ضد سيرسي. كيبان لنا ان الميساج ديال دينيريس وصل لجون سنو، وهنا ما عرفناهمش كيفاش داروا ليها، كيفاش على ان الميساج ديال سامويل طاغلي اللي كانت صيفط ليبيزود الاولى باقي ما وصلش، وصل لدينيريس يلاه تصيفط غير دابا شويه، يلاه شنا غير دابا في هاد ليبيزود هادي، مي ماشي مشكل نديرو بحال ما شنا والو ونرمضوا علينا ونكملوا في ليستوار. هنايا تيبان لنا على ان سانسا كما ديما تترفض على ان جون سنو يلبي الدعوه ديال دينيريس، وتتفكروا بان ليستوار ديال لي ستارك سواء مع لي لانيستر ولا مع لي تارغاريان ماشي حتى ليه. لي زيكزامبل هما نيد ستارك وغوب مع لي لانيستر كما شفنا في لي سيزون اللي فاتوا. ليكزامبل مع لي تارغاريان هو ديال بروندون ستارك وريكارد اللي هو جد سانسا اللي هو بات نيد ستارك اللي كان حرقهم اللي كان قتلهم اريس 2. مي جون سنو ما غاديش يتسوق لهذا الشيء حيت انه تيعرف بزاف تيغيون ماشي يدير هذا الشيء هذا وما يقدرش انه يهضر به، سورتو لانه خلى ليه واحد الميساج في لا لتر اللي كان وصلاتو اللي تيعرفها غير تيغيون وسنو، وهكا باش يبين ليه تيغيون على ان الميساج فريمون جاي من عنده هو ماشي من عند شي حد اخر وماشي ان بياج. واللي غادي يخلي جون سنو انه يزعم بزاف هو ملي غادي يعرف على ان دينيريس عندها لي دراغون يقدروا يعاونوا ضد لي وايت ووركرز. مي من بعد اللي غادي يخلي جون سنو نيت فريمون انه يزعم بزاف لانه يمشي لعند دينيريس هو ملي غادي يوصل للدوزيام ميساج اللي هو ديال سامويل طاغلي اللي تيقول ليه على ان دراغون ستون فيها ان ريزيرف ديال دراغون كلاس. وهنايا غادي يوقف جون سنو مره اخرى قدام لي زالي ديالو كاملين اللي هما كانوا رافضين على انه يمشي لعند دينيريس، وغادي يقول لهم على انه غادي يمشي باش يحاول يقنع دينيريس انها تعاون ضد لي وايت ووركرز وانه يجيب لي دراغون كلاس باش حتى هما يقدروا يسببوا بيه دي زارم يقتلوا بهم لي وايت ووركرز. في الاخر تيقول لهم على انه غادي يخلي سانسا هي اللي غادي تشد لو نور في بلاصتو هو في الوقت ما غاديش يكون. وفي نفس الوقت ملي غادي يعرف لورد بيليش ان سانسا هي اللي غادي تشد لو نور في بلاصه سنو في الوقت اللي ما غاديش يكون بين السيد بحال فرح عجبو الحال في هذا الوقيته هذه. وهنا نقدروا نقولوا على ان لورد بيليش يقدر يستغل واحد لو بشي ديتاي اللي ما ردنيش ليه البال، اللي هو ان في الالوا ديال ويستيروس الدراري هما الاولين اللي تيحكموا وعاد موراهم تيجيو البنات عاد تيجيو لي باطار، قضيه اللي ما طبقاتش مع لي ستارك واش ديريكتومون ان باطار هو اللي يشد لو ترون. هنا نقدروا نقولوا على ان لورد بيليش يقدر يستعمل هذا الشيء ديتاي هذا ويعمر راس سانسا باش يقلبها على خوها جون سنو. من بعد تيديونا لبوريال وبيان كينغز لاندين عند سيرسي جا لي زالي ديالها وتيقول لهم على انهم ما خاصهمش يخليو لا فامي تارغاريان ترجع عاوتاني لو ترون. وهنا تيجي لورد طاغلي اللي هو بابا سامويل طاغلي وتيسولها تقول لها شنو موجده زاتاك ديال لي دراغون، وهذا السؤال هذا ما بينوش الجواب ديالو حتى من بعد ملي سالات لاغيون تيبان لنا ان جيمي مشى عند لورد طاغلي باش يدوي معاه. وفي البدايه كانت راه واحد البلان ما عرفتش واش لاحظتوه ولا لا، اللي هو ان جيمي كان خطا في السميه ديال ولد طاغلي لانه بلاص ما يعطيه ديكون عيط ليه ريكارد. وهنايا ما نقدروش نقولوا انه هذاك غادي يكون خطا عادي، ولكن نقدروا نقولوا على ان هذاك السميه باش يخرج جيمي السميه ديال ريكارد ضروري غيكون تحت منها شي ميساج. رجعنا قلبنا على ريكارد غادي نلقاو انه هو بات نيد ستارك اللي هو جد جون سنو وسانسا واريا، وكان مات على اد ايريس 2 كان حرقو. وهنايا واش بغى المخرج يبين لنا لان المصير اللي طاغلي غادي يكون حتى هو غيتحرقوا مع دينيريس، ولا جوست بغى جيمي نقص من ولد طاغلي وبين ليه زعما انا ما عندي ما ندير بك انت، عندي الغرض بواك. من بعد باش نبقاو ديما في كينغز لاندين تيبان على ان سيرسي هبطات للريد كيب مع كيبرن فين كاينين ليكران دو دراغون ديال ايغون تارغاريان. ايغون تارغاريان اللي خاصكم تعرفوه هو الجد الاول ديال دينيريس اللي هو اول واحد كان خدا لو ترون دو فير وكان استعمر لي سات رويوم غير هو واحد لامي صغيره ولي 3 دراغون ديالو. الجمجمه اللي كانوا داروا عليها لو تيست هي الجمجمه ديال اكبر دراغون داز في تاريخ ويستيروس اللي هو بيليريون. وهذا السلاح تقريبا تيشبه لواحد السلاح اللي كان تستعمل في دون ملي كانت باغا تستعمرها مرات ايغون تارغاريان، وبيه باش كانوا قتلوا واحد لو دراغون اللي سميتو ميراكسيس ديال مرات ايغون تارغاريان. وهذا السلاح ضروري غادي نشوفوا ليه في ديالو في الحرب ديال سيرسي مع دينيريس. فاسيتا ديال تيبان لنا كما قلنا سيرجو غا سامويل وغاشي مصر اللي تيقول لهم بلي ان الحاله ديال سيرجو غا ما تقدرش تداوى وبلي ما عنده حتى حل يقدر يديرو من غير انه يقتل راسو ولا يمشي يرجع لفالديريا كان مرض بهذاك الفيروس. مي تيبان لنا على ان سامويل طاغلي لقى واحد الكتاب اللي فيه واحد الطريقه اللي شويه ريسكي بزاف اللي يقدر يحيد بها هذيك غريسكيل اللي مريض بها سيرجو غا. جا في الاخر باش يعاونو سورتو من يعرف لان سيرجو غا هو لو فيس اونيك ديال جيربومونت اللي هو لونسيان شاف كوموندون ديال لا غارد نوي اللي كان نوما جون شاف كوموندون ملي مات. وهنا يبدا سامويل طاغلي تي ابليكي هذيك لا ميثود اللي قراها في الكتاب ديال لي زيتود دي مالادي غار.
وهنايا كاين واحد القضيه اللي كانت سفكتوها، ما عرفتش واش نفسها غادي يديروا في ليستوار، اللي هي ان سيرجو ايفيكتيفمون غادي صح وغادي يمشي من بعد النايت واتش، حيت هي اخر امنيه كانت عند بوات سيرجو جوغ مورمنت مني مات، كان طلب من صامويل طاغلي يعاون ولدو انه يمشي للنايت واتش، وهكا غادي يقدر يتمحاو ليه كاع لي كريم اللي كان دار قبل. من بعد شديونا عند اغيا اللي وصلت لواحد كارفور باش تاكل، وتما فين تلاقات مع صاحبها اوتباي ولا طوغ الشوط كان معها في هاري هال، هي والبطاق ديال روبير باغاتيا. هنا تيبان لينا واحد الفرق ديال البيرسوناليتي بين اوتباي واغيا، اللي ولات السيده غير تفكر غير امتى توصل لكينغز لاندين باش تقتل سيرسي، مي اون فوا غادي تعرف ان خوها جون سنو هو اللي ولا هو دينو، غادي تبان لينا هذيك اغيا اللي كناش نعرفوا في الاول، وغادي تنوض باش تاخذ الطريق ديالها فيغ وينترفيل. ابخي تنشوفوا واحد اللقاء ديال اغيا مع نيميريا اللي ما قبلتش انها تمشي مع اغيا، وهنايا نقدروا نقولوا على ان الهضره اللي كان تيقول نيت داخل سانسا واغيا ملي كانوا يتضاربوا. When the snows fall, when the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. غادي تابليكا على اغيا وتقدر انها تموت، التيوريا ديالها ماشي بصح. في الاخر ديال ليبيزود بيعطيونا واحد لاسين اللي زوينه بزاف، اللي هي لو كومبا نافال، نقدروا نقولوا لا هي اول كومبا اول غير نافال دازت في جيم اوف ثرونز، من بعد هذيك لا غير نافال اللي كان دازت بين ستانيس باغاتيون و لانيستر مع تيريون. هاد لا غير هادي بينوا لينا ان يورون غريجو ليكيباج ديالو فريمون واعرين بزاف وما تيرحموش، و فريمون هذاك السيد يورون غريجو ان بسيكوبات، وبينوا في لقطات بزاف فوزوا ميولينا على السلاح ديالو، ونقدروا نقولوا على ان السلاح ديالو مصيب من الفاليرياسيون ولا اسي فاليريان اللي واحد لا ماتيغ اللي غاغ بزاف وتجي تخلي لاغ تكون سوليد بزاف. هكا غيرجو قصد جوج من البنات ديال إيلاريا سوند، وبين لنا شنو هو الكادو اللي كان وعد به سيرسي اللي هي إيلاريا سوند وبنتها، وفي نفس الوقت تيبين لنا ان سيتيون لا يعول عليه وباقي سي تروماتيزم هذاك الشيء اللي كان داز عليه مع غامساي. وهكا نقدروا نقولوا على ان لو بلون ديال دينيريس خسرت فيه تقريبا واحد 50%، اللي هي انها فقدات واحد لابارتي من لا فلوت ديال ياغا، وكذلك فقدات لابارتي ديال دورن اللي كانت هي مشات مع إيلاريا سوند. وهكا نقدروا نقولوا ان لا دوزيام بين لا تروزيام بيبيزود غادي نشوفوا شنو هو لو بلون بي اللي موجده دينيريس، ونشوفوا كيفاش غادي تصق هاد ديفيت اللي طرات ليها مع يورون غريجوي. وهكا تنساليو لاناليز ديال دوزيام ايبيزود ديال جيم اوف ثرونز. نتمنى ان عجبتكم، الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لنا جيم وتابوناو في لاشين. بالنسبه للناس اللي ما تعجبهمش لا فيديو نتوما ديروا جيم وخليو لنا كومونتير قولوا علاش ما عجبتكمش لا فيديو، وهكا باش نقدروا نعرفوا شنو هما لي ديفايونس ديالنا ونصحوهم ونديروهم برودوي اللي يقدر يعجب كاع الناس. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.